تعرف ايه عن ميدوسا؟ كتير كان بيفتكر ان ميدوسا هي قصة حقيقية، بس هي اسطورة اغريقية، وكلمة اسطورة معناها انها مش قصة حقيقية اكيد. ميدوسا هي اسطورة من الاف السنين، ولكنها لسه بتتحكي لحد دلوقتي لانها بتشجع السيدات انهم يتكلموا ويحكوا. طيب هتكلموا ويحكوا عن ايه؟ يتكلموا ويحكوا عن جرائم التحرش والاعتداءات اللي كتير بيتعرض ليها، وده لان ميدوسا هي حكاية بنت كانت جميلة جدا، والقصص كلها بتقول ان جمالها ده كان جمال وهمي لانها كانت حلوة قوي. وفي يوم اعتدى عليها في المعبد بوديسون اله البحر والعواصف والزلازل، ولما عرفت اثينا الهة الحكمة والحرب والقوة، بدل ما تعاقب بوديسون على عملته وانه اعتدى على ميدوسا، عاقبت ميدوسا، عاقبت الضحية وحولتها لبنت شكلها وحش جدا، وبدل شعرها بقى تعابين. ومن هنا تحولت ميدوسا من كونها بنت جميلة وضحية لكتلة شر، واي حد بيبصلها او بيبص لعينيها بيتحول لحجر. وللأسف مش ده بس اللي حصل، لانه بعدها بوديسون عمل الأبشع وما اكتفاش بعملته، لانه اخد راسها واحتفظ بيها عنده كنوع من انواع الانتصار وتوثيق لانجازه، وانه عمل فيها كده. كل ده لانه ملقاش اللي يعاقبه او يوقفه عند حده. وبقت ميدوسا هي الرمز اللي بيستخدم عشان بنات تحكي قصصها مع التحرش، او انها تتكلم بحرية وبثقة عن اي اعتداء اتعرضت له. وصورتها كانت متداولة لفترة طويلة على السوشيال ميديا، وبسبب الترند ده سمعنا وقرينا قصص صعبة ومؤلمة على لسان ضحايا وبنات كتير جدا. ولكن على قد ما كان وقت مؤلم وكل البوستس كانت توجع، على قد ما الضحايا اتشجعوا انهم يتكلموا ويحكوا اللي حصل لهم من غير اي خوف من المجتمع، اللي جسدته القصة في شخصية الإلهة اللي سابت الجاني وعاقبت الضحية، وانهم كمان ما يسكتوش عن حقوقهم. شخصية ميدوسا كانت إلهام لأفلام كتير، فكانت شخصيتها موجودة في أفلام زي كلاش اوف ذا تايتنز أو فيلم بيرسي جاكسون and the Olympians The Lightning Thief. ودي كانت قصة ميدوسا. تحبوا تعرفوا ايه تاني عن ايه؟